كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في لعبة جديدة. معانا النهاردة لعبة اسمها ويلز اوف وورز. هي لعبة قتال عربيات، بس عربيات من اللي هي القديمة، بتاعت زمان دي، مش اللي هي العربيات الحديثة بتاعت السباق دي. فخلينا نبدأ نجرب، أنا لسه اولكش افتح اللعبة، فهنضغط بلاي ونشوف. كان في ترينج اعتقد ان احنا نتدرب على الحاجة، او فايند لوبي انا اعتقد بتلعب مع حد، او بلاي اللي هي العادية. خلينا او مثلا نختار السيارة بتاعتنا. مفيش الا هي السيارة دي. كاستمايز مثلا انواع المحركات، آه بيتغير من وراه. اعتقد اول واحد كان شكله افضل. فرونت ارمور، اللي هي اللي قدام دي المغرفة، احنا المفروض بنقاتل بيها. ايه رأيكم في دي؟ خليها المدببة دي عشان لو هندب في حد. بعد كده الاضاءات اللي موجودة قدامها، يعني مش فارقة من دائرية او كده. العجل او الاطارات، دي حلوة لان لو تلاحظوا شايفين في سنان فيها، فاعتقد هي هتبقى حرب، فلازم نختار حاجة كويسة يعني. الدنجر بتاع العجل يكون مدبب بهذا الشكل، ولا كده ولا كده. انا حبيت دي بصراحة لانها اطول في الحجم. احنا بنخلي العربية اشبه بالوحش حرفيا. كده ديك معظم الاختيارات اللي كانت فيها. في ارموري، ده في كمان ان احنا يبقى في ويبن طالعة من العربية. احنا هنقاتل فعلا. ده اتنين، ده واحد. صراحة مفهمش في انواع الحاجات اللي بتطلق، ولكن هخلي ايه اللي فيها اتنين يمكن تكون تأثيرها اكتر. الهيفي، يعني ايه الهيفي؟ في حاجة دي يمكن بتضرب صواريخ مثلا، او في هنا دي مثلا، ودي رشاشة مرة تانية. خلينا في دي اللي فيها ضرب، عشان حاسة ان هي بتجيب مدى واسع 360 درجة. تمام، اعتقد كده تم التجهيز. تريننج في الاول مثلا، لازم التدريب في الاول. ماشي، اتس اوكي. يلا جاهزين، نبدأ. الصوت بتاعها عالي جدا. التحكم فيها صعب شوية بصراحة. المفروض ان احنا بنمشي بالزراير في الكيبورد، الزراير العادية، و بنتحرك بالماوس، يعني بنضرب بالماوس. مم، في زراير اعتقد للضرب. مش لاقية الزراير اللي بتضرب بصراحة. انا بتدرب. حتى بنفسي. انا بضرب على الماوس، بس مش عارفة مين الزرار اللي بيضرب حقيقي. تم القضاء علي بنجاح. ايه الزراير اللي بتضرب؟ حقيقي مش عارفة. انا بطفش. كلهم مصممين يهجموا عليا، انا ليه؟ العربية بتطير. بتنط عشان اضرب من فوق على مدى واسع بالمسطرة. طيب فين بقى الزرار اللي بيضرب؟ في حاجة بتظهر في الجنب، بس انا مش عارفة ايه هي.
اضرب يا مجدي. كالعادة مش قادرة اكتشف الزر اللي بيت. اتفش اتفش بسرعة. اجري 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 اجري. آه. آه. انا مش عارفة اذا كنت بضرب ولا لا، بس صراحة يعني صوتها مزعج بطريقة صعبة. لا، عربية حدادي فعلا، ده بتطلع فوق الجبل. طب خلينا نطلع فوق. وي احنا بنقع. او 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 او, أو. نخمس بقى نخمس. اوه نطة جريئة. اه. موتي نفسي. لسه لحد الآن مش عارفة فين الزرار اللي بيضرب حقيقي. أنا لا أعرف أين الزرار الذي يضرب. خلينا نهدى كده على جنب كده. نطة جريئة. لو جدع هاتني. إلى اللانهائية وما بعدها. يعني هي بصراحة نوعا ما اللعبة أكتر حاجة فيها مزعجة هي الصوت. يس. أكتر حاجة مزعجة في اللعبة هي الصوت بتاعها. طبعا ممكن من الإعداد بتاعته نقدر إن احنا نقلله. ميوزك والله متقللة على آخر حاجة. مش عارفة إذا كان دي ليها علاقة بس الحساسية ولا لأ، ولكن أعتقد الصوت كده متهدي للنهاية. مش شايفة في حاجة ممكن أعدلها. طب الصوت دي كده أول عيب بالنسبة لي. الصوت بتاعتهم رهيبة قوي. تاني حاجة مش لاقية إشارة للزرار اللي ممكن يضرب أو كده. التحكم بتاعها كان صعب في الأول بس أنا فهمته. الزرار اللي بيطلع قدام هو تقريبا معكوس، اللي ورا واللي قدام معكوسين مع بعض، أو يمكن على حسب الاتجاه معايا. الزرار اللي بتمشي عادي اللي هي الأسهم، بس أنا مش لاقي الزرار اللي بيضرب. فكرت باتجاه الماوس كده إن أنا هضغط على الماوس يمين أو شمال، بس ما لقيتش حاجة منهم هي اللي بتضرب. ممكن حاجة بنعدلها من السيتنج بس مش لاقيه ان انا اعدل انا الزرار اللي بتضرب مثلا من السيتنج زي ما كنا بنعمل مع عربيات السباق الحقيقيه. ممكن كنا ندخل تريننج الاول عشان نتعلم ان احنا ازاي ان احنا نلعبها. بس اتس اوكي يعني تعتبر كويسه لا باس بها. كنت توقعت مثلا يكون سباق واحنا بنتسابق في مكان وبنضرب العربيات مثلا واحنا ماشيين لحد ما نوصل لخط النهايه، كانت تبقى لذيذه قوي. خصوصا ان هي اللعبه مش تقيله، تقريبا مساحتها 300 ميجا، وشايفين السلاسه بتاعتها في الحركه هي كويسه جدا، ما قالتش معايا خالص نهائيا. طبعا انا محملاها من على موقع ستيم لان هو ده افضل برنامج بالنسبه لي ان انا احمل من عليه الالعاب. يعني نديها تقييم كده مثلا 5 من 10 بالنسبه لي. مش من محبذين الالعاب اللي بيبقى فيها حروب كده قوي. ممكن واحنا بنسابق ومركزين على هدفنا ممكن نتقاتل مثلا، لكن يبقى الهدف الشاغل كله ان انا يعني اقعد اقتل اللي حواليا او اكسر فيهم كده. بحس ان انا مفيش هدف معين ان انا اخلص منه اللعب، ولكن يعني نوعا ما في ناس ممكن تكون بتفضل حاجه زي دي. ده تقييمنا بالنسبه للعبه دي. انتظرونا في العاب قادمه باذن الله. سايونارا.